الجزائر تعترف بتقديم لحوم القطط والكلاب لضيوف وجماهير الشان، وإليكم التفاصيل. في جريمة بشعة هزت الشارع الجزائري تهدد حياة جماهير الفرق المشاركة ببطولة الشان المقيمة حاليا بالجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية مؤخرا أنها قامت بضبط عشرات الجزارين وبائعي اللحوم البيضاء متلبسين ببيع لحوم القطط وتسويق على أساس أنها لحوم أرانب. وذكرت بلدية قسنطينة أحد المدن المستضيفة لبطولة الشان في منشور لها أنه بعد قيام بعض الجزارين وبائعي اللحوم البيضاء ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم أرانب، فإنها تدعو المواطنين بالجزائر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند اقتناء لحوم للأرانب، وهذا بعد التأكد من وجود رأس وديل الأرانب ملتصقا بالذبيحة. هذا ويشار إلى أن الجزائر قد شهدت العديد من الفضائح المماثلة قبل أسابيع من انطلاقة بطولة الشان المنظم بالجزائر، حيث تم ضبط مذابح غير شرعية على مستوى مجموعة من الولايات والأقاليم، بقايا رؤوس حمير وبغال وأحصنة وكلاب تم التخلص منها ودفنها بعدما تم استهلاكها على موائد الجزائريين. ومنذ مدة والجزائريون يستهلكون يوميا أطنانا من لحوم الحمير والبغال والأحصنة والقطط والكلاب على أساس أنها لحوم صالحة للاستهلاك بسبب غياب أجهزة المراقبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالدولة التي تصف نفسها بالقوة الضاربة.